اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيكم ايها الشباب الحلوين، ايها الزوافين الاساطير، اهلا بيكم في القسم 56 من حكاية هيون او تشوهيون الوحش الاسود. ولو انتم مش عارفين يا شباب، فقريب جدا هيكون في عندنا توقيف للحكاية دي. ليه هنوقف؟ عشان قربنا جدا من الفصول اللي وقفت فيها الحكاية، فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت فما تفوتوش الروعة دي، عشان بعد كده هنكمل لكم كل الحكايات الاسطورية اللي كنا بنشتغلها. وقبل ما نبدأ، ومن هنا لأسبوع كامل عندنا رعاية لقناة إمبراطورية الأنمي. هقول لكم على الحكاية الأسطورية اللي بينزلوها كمان شوية، وبدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقية الأحداث وبنشوف بطلنا هيون بيقول: بوسيدون كنت بتخيل إنه هيظهر بطريقة ما، لكن للتفكير بإنه هينحدر بالقوة دي كلها، هل ممكن يكون ضحى بموت مبعوثينه وأتباعه؟ استخدم حتى موت أتباعه كأدوات، ده جنون بيفوق الخيال. وبعدها بيطلع صوت بوسيدون اللي منحدر في جسد بنتكي، واللي بيقول: التقينا أخيرا. وبيكون فيجورد لسه محشور في نص بطن بنتكي، فبيقول له هيون: إذن لازم تكون سعيد برؤيتي بناء على الهدية اللي جهزتها. فبيتفاجأ بوسيدون، وبعدها مباشرة بطلنا بيفعل الافتراس وبيمسك فيجورد اللي محشور في جسد بنتكي، وبيتفاجأ منه بوسيدون كتير قوي، وبيفعل بطلنا الافتراس الشديد، وبيبدأ بوسيدون انه يصرخ صراخات طويلة. وبيقول النظام: تم الحصول على كمية كبيرة من القوة المقدسة النقية قوي، جاري محاولة ايقاظ جديدة. جسد التنين المقدس الشيطاني معدل الايقاظ الحالي 3%. فبيقول هيون بنفسه: على الرغم انه بوسيدون مجنون، فالتخلص من المبعوثين والاتباع مش بالشيء اللي ممكن نستخف بيه، وعشان يتخذ زي القرار ده لازم يكون حذر قوي من قوة الملك الاسود. قوة بتخلي حتى كيان رئيسي على مستواه مش صبور ابدا. للسبب ده لازم اكتسب الفرصة دي اكتر. وبيبدأ ايقاظ جسد التنين الشيطاني المقدس بنسبة 15 19 21%. فبيمسكه بوسيدون من رقبته وبيبدأ يخنقه، وبيقول له: سيبني سيبني بقولك. فبيكمل هيون: بوسيدون بيكتسب السيطرة على الجسد، ده بيسرع عملية الانحدار. ده ناوي يكمل انحداره قبل ما اصحى انا. لو فاتتني الفرصة دي هموت. في الحالة دي هستخدم اكتر من مجرد سيف باتوري. وبعدها بيقول النظام: بقت البركة المقدسة ناشطة قوي، بيتم اطلاق العنان للقوة المقدسة. وبيبدأ بطلنا يسحب اكتر واكتر من طاقة بوسيدون، وبيكمل: انا ما بخدمش اي حد ومش عارف ازاي استخدم القوة المقدسة بشكل صح، ولكن ممكن استخدمها كده. وبيقول له بعدها النظام: بتركز القوة المقدسة على التواصل مع الكائنات العليا اللي بتراقب اللاعب المجهول. بيتم دلوقتي تعزيز التواصل. تم تعزيز التواصل مع أسينا. بيتم تعزيز التواصل مع وسمة أسينا. تم تعزيز التواصل مع هيرمس. إرادة هيرمس معاك دلوقتي. تم إضافة بركة هيرمس. تم تعزيز التواصل مع أزازيل. إرادة أزازيل معاك. تم التواصل مع هوندن. إرادة هوندن معاك. فبيكمل هيون: في الحالة دي أنا بشعر وكأننا بقيت مبعوث وانحدرت بنفسي. ممكن أشعر بوضوح بنظرات وإرادات الكائنات اللي كانت عايزة تقف جنبية. وبيقول هيرمس لبطلنا: أنت غالبا بتسبب معجزات يكاد يكون من المستحيل تحقيقها يا صغير. أنا بشعر بجد وكأنك واحد من أقربي. وبيظهر بعدها هيرمس ورا بطلنا، فبيتفاجأ بوسيدون وبيقول: إزاي تجرؤ؟ هل ناوي تتدخل في شؤوني يا هيرمس؟ فبيقول له هيرمس: عمي يا عمي، حتى لو كان انحدارك كامل فلازم تختار كلماتك كويس جدا هنا. انت اللي بيتدخل هنا صح، بالتأكيد انت عارف مدى مراقبتي لطفل ده عن قرب. فبيقول له بوسيدون: القوة اللي بيحاول يعملها دي خطيرة قوي وانت عارف ده كويس. فبتظهر أسينا وبتقول: عمي اتماسك بقناعاتك الخاصة وهنتبع احنا قناعاتنا. فبيتفاجأ بطلنا من حضور أسينا، وبيقول لهم بوسيدون: مع اختفاء زيوس بقوا أطفال متعجرفين قوي دلوقتي. طيب خلينا نتقاتل حتى ترضى قلوبكم. ولكن هنا بتبدأ تنزل طاقة كبيرة جدا في كل مكان، وبيبدأ البحر يهيج أكتر وأكتر، وبرق من السماء بينزل. فبيقول هيون: أنا بشعر وكأننا ممكن أنهار في أي لحظة، لكن لازم أتحمل، لا يمكن أستسلم أبدا. وبيوصل معدل إيقاظ التنين الشيطاني المقدس ل 37%. وبيقول بعدها هيرمس: على الرغم إننا مجرد انحدار بدون شكل حقيقي، إلا أننا أعتقد إنك زي هيرقل هتنمو أقوى من خلال التغلب على الصعوبات. وبتقول له أسينا: اتحمل وسابر.
وبيقول النظام تم تعزيز سيف مصاص الدماء باتوري مؤقتا، تم تعزيز وصمة أسنة، سرعة الإيقاظ بتتزايد، معدل الإيقاظ بيعدي ال50. وهنا بيظهر شخص ليه 4 أجنحة ورا بطلنا، وبيقول النظام بدأت الكائنات الأخرى اللي بتراقب الوضع في إنها انضم أزازيل، انضم هوندن، انضمت كل الكائنات اللي بتحمل سمة الموت، معدل الإيقاظ 84%. وبيقول هيرمس بغض النظر عن مدى قوتك يا عمي فانت مش هتقدر تفوز ضد العدد ده كله. وبيظهروا عدد كبير جدا من الكائنات ورا بطلنا، فبيقول بوسيدون يا أبغاد يا لعينين. وفجأة بيجي إشعار من النظام بيقول وصلت رسالة من أجريس بيقول لك ليه ما استدعتنيش أنا كمان؟ استدعيني أنا كمان برضه، استدعيني دلوقتي حالا يا ولد. فبيقول هيوم بنفسه حتى أجريس مش هيجرؤ إنه يحط أفكار تانية في مكان مليان بالكتير من الكائنات. وبعدها بيتم إطلاق البركة الشيطانية من بطلنا، وبيقول له هيون طيب تعالى يا إجريس. فبيحضر إجريس وبيقول لا ما تلمسش الحاجة اللي ملكي يا عجوز يا لعين. وبيهجم بعدها على بوسيدون وبيمسكه من رقبته هو التاني وبيقدر يجرحه. فبيقول بوسيدون انا لا يمكن اتحرك سيبني. فبيقول له هيون مش هسيبك تهرب ابدا. فبيتألم بوسيدون اكتر واكتر، وبيقول له إجريس كم مرة لازم اقول لك انه ده ملكي ومع ذلك بتجرؤ تتجاهل كلماتي؟ واللي وراك اسمعوني، اي حاجة سخيفة بتعملوها بين نفسكم ما بتعنينيش ابدا، لكن الشخص ده ملكي انا لوحدي، انقشوا ده في اذهانكم. فبيقول له بوسيدون العين انت. ولكن هنا بيخرج بوسيدون وبيقول النظام تم الحصول على كمية كبيرة من القوة المقدسة، معدل الإيقاظ الحالي 91%، بيتم إعادة بناء الجسم وفقا لنسب التنين والشيطان والقوة المقدسة. فبيقول هيون هل دي نهاية المعركة؟ طيب لازم أراجعهم كلهم، أنا تعبان تماما. وهنا بيضحك إجريس وبيقول مجنون صح، ده مش جديد عليك. أيوة أنا اتجننت كمان من الرغبة في الموضوع ده، عشان كده ما تجرؤش إنك تموت، أنت ملكي، ما تقدرش تموت وبس، ما تقدرش تخسر، فاهم؟ حتى لو مت هطارد روحك حتى النهاية واكلها بالكامل، فاهم؟ فبيقول له هيون انقلها دلوقتي من قدامي يا إجريس. وبيقول النظام بيتم استعادة البركة الشيطانية المخصصة لإجريس، تم إنهاء التواصل مع إجريس بالغصب، بيتم استعادة البركة المقدسة المخصصة للاستدعاء، تم إنهاء التواصل مع سانتوس، تم إنهاء التواصل مع نيرجل، تم إنهاء التواصل مع ملك الجحم السبعة، تم إنهاء التواصل مع هوندن. وبنشوف هيرمس بيقول دلوقتي بعد ما مشي الكل اعتقد انه جاي دورنا، عملت شغل كويس يا ولد. وبعدها بيقول النظام تم انهاء التواصل مع هيرمس، وبيفضل بعدها أزازيل هو وأسينا. وبيبص بطلنا لأسينا وبيقول لنفسه أسينا دي هي المرة الأولى اللي أشوفها فيها شخصيا، بالنظر للمجال اللي بتحكمه كنت أتوقع تكون أكتر قسوة. المدهش إنها بتدي إحساس بالشفقة كده، الدفء اللي ادتهولي في يوم من الأيام بينعكس في نظرتها. وبيقرب لها وبيقول لها عندي سؤال، ليه بتستمر بمساعدتي يا آثينا؟ إيجيس قصدي بالنظر لورا ما كانش ده شيء ممكن أحصل عليه في الوقت ده، ومع ذلك فأنت قدمتيه لي بنفسك وحميتيني في اليوم ده من إيجريس كمان، هل ده بسبب الملك الأسود؟ فبتبص له أثينا كده بعيون حزينة وبيقول بطلنا بنفسه الصمت بالنسبة لشخص بيتمتع بالنية الطيبة دي كلها فإنها ما تقولش أي حاجة هو نفس الإجابة بلا. ما أقدرش أقول لك إذن هل ممكن يكون للملك الأسود علاقة بأثينا أو أولمبيوس؟ وبتقول له بعدها أثينا في اليوم اللي هتطلع فيه للمكان اللي أنا موجودة فيه هقول لك كل حاجة وقتها بس هتعرف، عشان كده كرس نفسك حتى توصل لهناك. وبتختفي بعدها أثينا وبيقول النظام إنه تم انتهاء التواصل مع أثينا. وهنا بيجي صوت بيقول أيوة هل بتحاول تتكهن أو تعرف هويته؟ إذا كان الموضوع كده فمهما كانت أفكارك فهي خاطئة تماما، ده مش شخص مقيد بالأسماء اللي تعرفها، ما تحاولش تفهم زي الوجود البدائي والمفهوم يبدأ بالمعرفة البشرية، بدلا من ده كن ممتن للاتصال بيه، احترمه، كن مبعوثه واتبعه. انك تبقى مبعوثي يعني انك تقبل إرادته، خد بإيدي أنا. وبيقترح أزازيل على بطلنا منصب المبعوث تاني، ولكن بطلنا بيبصله كده وبيقرب إيده وبعدها بيخبط له إيده وبيقول له أنا برفض تماما. وبيقول لنفسه بغض النظر عن مدى فضولي علشان الملك الأسود بس إن أنا أبقى مبعوث أزازيل شيء مش وارد نهائيا. فبيقول له أزازيل مرة تانية ده مؤسف قوي. وبعدها بيختفي أزازيل وبيقول هيوم بنفسه مشوا كلهم ورجع الهدوء مرة تانية، دلوقتي أخيرا ممكن أرتاح. وأثناء ما هو بيقع
بيطلع واحد من ظلاله وبيطلع ده شانون اللي بيقول انت تاني اهو فائد الوعي، استمر جسمك في التغير، مش ده وبس بل استدعيت حشد من الكيانات العليا من شويه، ايه السيد الاستثنائي اللي انا بخدمه ده؟ فبيقول له كيم اتفق معاك، في الوقت الحالي لازم نضمن راحته في مكان امن، يلا بينا نعمل كده. فاصل اعلاني بسيط جدا هنكلمكم عنه عن حكايه فينج، حكايه اسطوريه لشاب بينتقل لعالم تاني، ولكن هيكون العالم ده مليان بالاساطير والاباطره بتوع القتال. هل يقدر فينج انه يحكم ولا هيتم سحقه؟ كل ده واكتر من حكايه اسطوريه هتلاقوها في قناه امبراطوريه الانمي، وهتلاقوا رابطها في الوصف او من اول تعليق مثبت. وبعدها بيروح على كهف كده وبيكون هيون حاطينه بالكهف، وشانون وكيم وبو موجودين برا، وبيفعل بو الحاجز عشان ما حدش يدخل على بطلنا. وهنا بتطلع طاقه قرمزيه شفناها قبل شويه من سوار بطلنا هيون، وبيطلع ده ازازيل اللي بيقول احمق جاهل، ليه بترفض مصيرك المحتوم؟ عدم ملاحظه ان انا فضلت بتعني انك غبي قوي بحيث مش فاهم ارادته العظيمه. انا مش عارف ليه اختار انسان زيك بدلا مني، لكن ده ما يهمش، بصفتي الخادم بتاعه هوديك للطريق الصحيح بنفسي. بالنسبه لي السببيه والمكتب وصخب الحمقى دول مجرد تفاهات. وبيرفع ايده على راس بطلنا وبيبدا يطلع طاقه، وبيقول النظام بيحاول ازازيل انه يعين اللاعب المجهول بالقوه كمبعوث ليه. الكثير من الكيانات بتبص بغضب لازازيل، وهنا بيصحى بطلنا ولكن بيكون في شيء مختلف تماما، وبيمسك ايد ازازيل. فبيقول له ازازيل انت ثانيه واحده، هل ممكن يكون انك؟ فبيطلع صوت مرعب بيقول هل انت هنا عشان تفسد متعتي انا ايها التافه الوضيع؟ وهنا كيان بقوه ازازيل وجبروت الشديد بيخاف كتير جدا وبيقول انت الحضور ده، انا بعتذر انا فشلت بالتعرف عليك. فبيقرب له بطلنا هيون وبيطلع منه صوت مختلف تاني وبيقول انت مزعج قوي. ولما بيسحب ازازيل شويه لتحت بتبدا خيوط كتيره تظهر، ووسط الخيوط دي بيكون ازازيل متفاجئ وبيقول لنفسه ده مرتبط بجسدي الرئيسي في الطابق 98. وبيمسك الخيوط دي، واثناء ما ازازيل بيصرخ عليه بيقول له الصوت اختفي دلوقتي ايها الوضيع، وبيكسر كل الخيوط وبيخليها تتناثر. وازازيل بيقول له ارجوك مره تانية بس ارحمني، وبيختفي بعدها ازازيل وبيقول الصوت مع مجرد تلويحه بسيطه ممكن محو وجودك في حد ذاته، تافه قوي. وبيبص قدامه كده وبيلاقي الاصفاد اللي في الرجل بتبدا انها تدخل لها طاقه شديده، وبيقول النظام انت استوفيت الشروط، تم رفع الختم عن حزن الملك الاسود. فبيقول الصوت اذا ما كنتش عديم الفايده تماما، طيب هل ممكن دلوقتي ارجع لمتعتي تاني؟ وبعدها بنشوف شانون وكيم وبو واقفين وبيصرخ عليهم بطلنا وبيسالوا شانون ايه الموضوع يا سيدي، هل نادتنا؟ فبيقول لهم هيون هل حصل لي اي حاجه وانا فايد للوعي؟ فبيقول له شانون حاجه زي ايه؟ فبيقول له هيون هل مر حد او حصل شيء لجسدي؟ فبيقول له كيم احنا كنا بنحرس المكان ده بعنايه شديده، ما قربش اي حد تاني منك يا سيدي. ولما بيسال ريبيكا بترد عليه بلا. فبيقول هيون حتى ريبيكا كمان ما بتعرفش ايه اللي حصل يا ربي، انا مش قادر حتى اشعر بالتواصل مع ازازيل اطلاقا. مش كده وبس بل ان الروح الثالثه اللي اداها لي ازازيل اختفت كمان. وهنا بتطلع اشعارات كتيره جدا من النظام وبيقولوا فيها بيهدئك هيرمس وبيقول لك انك ما تقلقش. اسينا بتهز راسها بصمت، هوندن بيفضل صامت، بيضحك اجريس بمرح وبيقول انه توقع شيء زي ده. فبيقول هيون بنفسه البتوع دول اللي بيراقبوني باين انهم عارفين حاجه، ايه اللي شافوه يا ترى؟ هل فاتني حاجه؟ هل ما كانش اي شيء في الرسائل اللي ظهرت اثناء غيابي عن الوعي؟ وبيبحث عن الرسائل وفجاه بيتفاجئ من حاجه وبيقول تم رفع الختم الموجود على حزن الملك الاسود، ليه في الوقت الحالي ما قدرش اتحقق الا من المعلومات اللي فيه. وبيقول النظام تم دمج نوافذ المعلومات الخاصه بيأس الملك الاسود وحزن الملك الاسود، وتم فتح اغلال الملك الاسود. فبيقول هيون زادت ساعه الارواح من 5000 ل 20000، وتم تعزيز الطاقه المظلمه بسبب الشر الاسود، اذا تم خلطها بالهاله السوداء فهتكون بلا شك قوه هجوميه قويه جدا. دي الروح التانية بيبرز وصف التطور لكائنات بتتجاوز الأشباح، بكده ممكن أرفع مستوى الأرواح اللي كانت بالفعل في حدها الأقصى. لكن هل ده منطقي؟ حتى بمجرد اختفاء أزازيل ظهرت قوة عشان تحل مكان
احتلال سلطته من قطعة أثرية مختومة وبشكل متقدم كمان. بيشاور الاسم المرفق بشكل صارخ على انه تطور. الروح الثالثة والروح الثانية، هل ممكن تكون القطعة الأثرية كلت أزازيل؟ فبيضحك بطلنا وبيقول لا ده مستحيل، قطعة أثرية ممكن تاكل كيانات زيهم، مش هيسمح البرج بوجود شيء زي ده. اذا ايه اللي حصل بالله عليكم؟ حد يفهمني. وبعدها فوق عند الطابق 98 بنشوف بوسيدون بيقول ازاي تجرؤوا تعملوا كده ايها الاغبياء، في حدود للحاجة اللي انا ممكن اتسامح معاها، ازاي ممكن للكائنات الخالدة اللي زيكم تسمح بشيء زي ده؟ وبيقول لنفسه بغض النظر عن ابناء اخي فكائنات الموت كلها بتتبعه، ازاي ممكن كلكم تدعموه كده حتى مع علمكم بايه اللي هيحصل لو استمرت قوة اللاعب داك في الارتفاع؟ بغض النظر عن نواياهم ما عادش من الممكن ترك الفاني ده بدون اي ردع. مع غياب زيوس وهاديس لازم اوقفه بنفسي. ابعتوا رسالة لهيرا وديمترا وهيستيا حالا، قولوا لهم انه في مشكلة عاجلة عشان نناقشها. وبيقول بعدها بنفسه مفيش داعي اكتر من كده افكر، فده مضيعة للوقت. ما يهمش ازاي اختفى ازازيل، من المؤكد ان انا بقيت اكتر قوة وده كل اللي يهم. مع رحيل الرجل المزعج والمريب داك بقى الموضوع افضل بالطريقة دي. الشيء الاكثر اهمية، احد القدرات اللي تم فتحها بشكل حديث انا عايز اجربها. حتى الان ما قدرتش استدعي الا الارواح اللي جمعتها بشكل مباشر او غير مباشر كمبعوثين او كاتباع ليا، لكن ده مختلف تماما. ما داموا في العالم السفلي فممكن استدعيهم. وهنا بيفتح المخزن بتاعه وبيقول ممكن اتفاوض معاهم على مهارات او اطلب منهم نصيحة كمان. خلينا نختبر الموضوع ده. وبيقول النظام تم استدعاء الموتى، انت عايز تستدعي مين؟ فبيستدعي بطلنا بنتكي. وهنا بيفشل العملية وبتتفجر الطاقة اللي قدام بطلنا. وبيقول النظام فشل الاستدعاء، لا يمكن تحديد موقع الروح المطلوبة. فبيقول هيون بنفسه زي ما هو متوقع، هل ده مش ممكن؟ يمكن تحديد موقع الروح بتاني انه هو مش في العالم السفلي. بعبارة تانية روحه ما راحتش لهناك. في الوقت داك لابد ان روحه تم التئامها بالكامل من قبل بوسيدون اثناء الانحدار القسري، عشان كده لا يمكن الاستجابة لاستدعاء بيستهدف العالم السفلي. اذا كان بنتكي مش ممكن، اذا وهنا بيسألوا النظام مين عايز يستدعي تاني، فبينطق بطلنا باسم لانا. وفي الثانية دي بتبدأ تتشكل الطاقة وبتظهر لانا بشكلها وبتسأل بطلنا انت مين؟ فبيشيل بطلنا القناع بتاعه وبتتفاجأ لانا من الشبه الكبير وبتقول له انت ازاي لسه هنا؟ ازاي لسه انت عايش؟ اذا ده هو السبب في ان انا ما قدرتش الاقيك بغض النظر عن مدى جهدي في البحث عنك. وبتبدأ تعيط وبتجري وبتحضن بطلنا هيون وبتقول له ده شيء مريح قوي ان انت لسه عايش، كم لازم تكون كنت خايف، كنت وحيد قوي صح تلميذي الغالي صغيري انا. ولكن بعدها بيحكي لها بطلنا هيون كل حاجة وان هو اخو جونجو مش جونجو ذات نفسي. وبنشوفها بتقول ده مشهد محرج انا وريتهولك، انت مش جونجو مش كده، انت توأمه الاكبر اللي اتكلم عنه. فبيقول لها بطلنا بالظبط انا تشوهيون. فبتقول له لانا حتى انت تستدعيني من بين كل الناس بين ان عندنا كتير عشان نناقشه، عندك شوية حاجات كويسة للشرب. وبعدها بيشرب مع لانا وبتقول له هي ده اكتر شيء افتقدته في الحياة دي. وبيقول لنا هيون انا طلعت شوية مشروبات من مخزني وقدمتها للانا. بدأت المشروبات دي شيء غالي قوي على جالياد ولكن ما يهمش يعني. في البداية شرحت للانا ايه اللي حصل حتى الان، ولكن مع تقدم المحادثة اتحول التركيز لكلامي عن اخي الصغير وكلامها معايا عنه كمان. انتهى بي الموضوع استمع ببساطة لقصص لانا عن اخي، ومع ذلك ما كرهتش المحادثة دي لان انا شعرت بمدى حبها لاخي الصغير. وبعدها بنشوف لانا بتقول ياه مر وقت طويل من لما عملت محادثة ممتعة زي دي، جا الوقت عشان امشي، ده شيء مؤسف قوي. فبيقول لها هيون هستدعيكي مرة تانية في وقت بعدين. فبتقول له لانا قبل ما نفترق هل ممكن تديني القلادة اللي انت لابسها دي لثانية؟ فبيديها لها بطلنا وبتمسكها هي وبتبدأ تطلع طاقة جديدة جدا. وبيقول النظام تم اكمال المهمة المفاجأة استياء سيتو، حققت انجاز لا يمكن تحقيقه بسهولة، هيتم منحك كارما اضافية. كمكافأة حصلت على القطعة الاثرية المقدسة لسيتو تعويذة مية البحر، بركة سيتو سجلات ملك المية وسلطة سيتو حجر ملك البحر. وبتقول له لانا اتفضل، ببساطة دي هي الاشياء اللي بتحتاجها دلوقتي اكتر من غيرها، باين انه سيدتي بتحبك كتير كمان، هي منحتك قوة بتعادل قوة المبعوثين، عشان كده خد وقتك في انك تتحقق من ده. فبيشكرها هيون. فبتقول له لانا بس ما تكونش مغرور لمجرد انك حصلت على قطعة اثرية كويسة، كن حذر دايما في رحلتك من هنا وجاي، زي ما انت عارف في كتير من الكائنات الشريرة جوه البرج. فبيقول هيون بنفسه النصايح المزعجة دي بلا شك زي المعلم تايو. وبتكمل لانا قبل ما امشي خليني اسالك حاجة واحدة، بنتكي ازاي كانت نهايته؟ فبيقول لها هيون هو كان بيضحك
فبتقول له لانا فهمت، ده تماما زي ما هو على عكسي انا. وبعدها بتختفي لانا من تاني، وبيطلع بطلنا ساعة اخوه من جيبه وبيقول انا مرتاح دلوقتي، ما تخلاش عنك الكل في البرج ده يا اخي، في دايما كمان الناس اللي تذكروك وافتقدوك دلوقتي، تعالى. وبيسأل النظام مين عايز تستدعي دلوقتي؟ فبيقول بطلنا انا عايز استدعي تشا جونجو، تعالى يا تشا جونجو. ولكن هنا بيقول النظام لا يمكن العثور على هدف الاستدعاء، فبيتعصب بطلنا كتير قوي وبيستدعي ثالث ورابع وخامس، وبيقول بعدها اللعنة على الاستدعاء ده، ليه بالله عليكم، ليه لا يمكن استدعائه ابدا، جيبهولي دلوقتي حالا. هاي انتم سامعيني صح؟ لابد انكم عارفين حاجة اللي تستمروا بمراقبتي دايما، لازم تكونوا عارفين كل حاجة، قولوا لي باللي انتم عارفينه دلوقتي، ايا كان الثمن اللي انتم عايزينه، هكون مبعوث او اي حاجة تانية، عشان كده قولوا حاجة. ولكن هنا بتطلع اشعارات من النظام وبيقولوا رسائل، هيرميس صامت، اسينا بتبصلك بشفقة، اجريس بيقفل بقه، هوندن صامت، اولمبيوس صامتين، اسجارد صامتين، ايا صامتة، كله بساكت تماما. فبيقول هيون بنفسه مفيش خطأ في شروط الاستدعاء، انا استوفيتها كلها تماما، مع ذلك في حالتين بس ما بينجحش فيهم الاستدعاء، الاولى هي اذا كان الهدف عايش بالفعل لكني حرقت شخصيا جسد جونجو فلسه الذكرى ديك عايشة في ذهني، فده مستبعد تماما. الحالة التانية هي تدمر الروح، بالنظر للمذكرات مش باين انه جونجو مر بشيء مشابه لبنتكي، وده كمان مش مرجح، لعنة لو ما كانش اي واحدة منهم فليه طيب. ولكن هنا بيركز بطلنا على حاجة وعلى تفكيره الشديد، وبيلاحظ حاجة وبيقول ثانية واحدة، انا كنت على وشك استبعد ده، في احتمال تاني كمان، إذا كانت روح جونجو محتجزة من قبل كيان من فوق فده برضه بيحصل، لما بيموت المبعوث بيستمروا في إنهم يعيشوا ككائن تاني زي ما حدد سيدهم اللي تبعوه قبل كده. بعبارة تانية مفيش داعي إن أنا أروح للعالم السفلي، إيه اللي هيحصل لو كان جونجو في أيادي شخص ممكن يتعامل مع أرواح زي ده؟ مفيش داعي إن أنا أدور كتير، حتى أنا بستخدم أرواح الناس التانيين، دي مش قصة مستحيلة، هو كان بيعاني من الخيانة المستمرة حتى لحظة وفاته، وحتى الآن بعد موته مش قادر يرتاح في سلام، لازم الاقي روح جونجو. هروح للطابق ال50 اللي فيه التنين القديم كالاتوس اللي نال جسد جونجو للارض، لازم يكون كالاتوس عارف حاجه. فبيقول له نيمسيس عواطفك متقلبه جدا، هل في مشكله يا سيدي؟ فبيقول له بطلنا نيمسيس تانا الموضوع بيتعلق بجونجو. فبينتبه نيمسيس للموضوع وبيقول له بطلنا كل حاجه، وبدا نيمسيس وقتها مندهش من الاخبار اللي بتقول بعدم امكانيه العثور على روح سيده السابق جونجو، وكان في مشكله تانية لازم يحلوها. وبنشوف بعدها مرايه في ايد بطلنا وهو بيقول لو ما كانش في اي معلومات حتى في ضريح التنين فهكون ضيعت وقت كبير، عشان كده كل اللي محتاجه دلوقتي مش نفاذ الصبر بل دليل واضح تحت الطاولة. هل دي هي المرة الاولى من لما عقدت الرعاية ما بيننا؟ لو غرست وعي في ده فهم هيعرفوا. وهنا بيطلع صوت بيقول مين ده مش ده العميل اللي ما اتصلش بينا من عصور؟ لابد انه مراية اليشم كانت مغطاة بالغبار، ايه اللي خلاك تتصل لنا؟ وبيقول التاجر الغمض بنفسه المكتنز على الرغم ان انا الشخص المسؤول عن التواصل معاك لانه ما كانش في اي اتصال ابدا، كويس ان انا ارتقيت للمرتبه الاولى بفضل كوني مسؤول عن عقد الرعايه، ده شيء كويس ولكن ليه ما بتتصلش بيا يا المكتنز اللي بيتسبب في كل انواع الحوادث؟ انا مليت حتى الموت من التعامل مع المهام المكتبيه، بس اما انك هتديني مهمه اكبر لانك اتصلت بيا فجاه كده. وبيساله التاجر الغامض طيب هل انت بتحتاج لاي عناصر؟ هل عندك ما يكفي من الفلوس؟ فبيقول له بطلنا اخوه السايكولو بالثلاثه. فبيقول له التاجر الغامض ايه اخوه السايكولو بالثلاثه؟ هل بتتكلم عن العمالقه الثلاثه اللي صنعوا اسلحه الاولمبيوس لما قاتلوا الجبابره؟ فبيقول له هيون بالظبط، انا محتاج لمعلومات عنهم بالاضافه لهم فين دلوقتي. فبيقول له التاجر الغامض تحت الطاوله عندنا هو مجتمع قادر قوي وليه تاريخ عميق وتقاليد عريقه قوي، عشان كده فاهم انك عندك توقعات عاليه منا، ولكن بغض النظر عن مدى ده فمن الصعب تعقب الاساطير القديمه على وش التحديد. فبيطلع له بطلنا 3 سبايك ذهب وبيساله هل ده كافي بالنسبه ليك؟ فبيقول له التاجر الغامض هخدمك زي ما انت عايز ايها العميل اللذيذ العظيم الامور الحلو. فبيقول له بطلنا هيون سمعت انه الثلاثه راحوا لمعبد بيرسفوني قبل 200 سنه، ممكن يكون ده مفيد لتحقيقاتكم؟ فبيقول له التاجر الغامض ده كفايه بالنسبه لنا زي ما هو متوقع منك ايها العميل. فبيقول له بطلنا حاجه تانية، يرجى الحصول على معلومات حوالين هاديس كمان. فبيساله التاجر الغامض عن اي معلومات بالظبط حوالين هاديس عايز، واي حاجه هو عايزها بالظبط. فبيقول له هيون حوالين اذا كان عنده مبعوث جديد معين او اي افعال مش عاديه
عادية لي، الأخبار الأخيرة هتكون كفاية. كل ما أسرعت في إنك تجيب الأخبار كل ما حصلت على مكافأة أكبر. فبيختفي التاجر الغامض وبيقول مكافأة؟ إذا أنا أمشي فورا، بحبك وبحترمك أيها العميل اللذيذ الحلو الأمور. وبيقول بعدها بطلنا ياه، في شائعة بتقول إنه مبعوثين السايكلوب الثلاثة راحوا للمرحلة الخفية في الطابق 30. إذا كان ده صحيح فأنا محتاج ألاقيهم بسرعة. بخلاف الثلاثي اللي صنعوا الأسلحة لزيوس وبوسيدون وهاديس، مفيش أي حد يقدر يفسر الأغلال والأصفاد دي. اللي محتاج لمعرفته منهم هو التالتة من مجموعة قيود الملك الأسود. هدور عن القطعة الأخيرة وأكمل المجموعة حتى أقدر أحصل على قوة الموت بالكامل. وقتها هقدر ألاقي معلومات حوالين جونجو. ده اللي لازم أعمله دلوقتي، وده هو هدفي الحالي. فيا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إيه اللي هيعمله بطلنا هيون؟ كل ده وأكتر من أحداث أسطورية هنعرفها في الأقسام اللي جاية من حكاية هيون أو تشوهيون الوحش الأسود. فلو وصلتوا من الدقيقة دي من الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات حديث. وفي الاخر ما تنسوش يا شباب تروحوا تشوفوا حكاية فينج الاسطورية. عايزكم تروحوا تشوفوها وتقولوا له ان احنا من طرف الامبراطور زوفان، وتدوهم لايكاتكم وتوصلوا الفيديو ده ل 10,000 لايكس. وبس ما تنسوناش من اللايكات، الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي كريم تذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة وسلامات.